السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كتب مسموعة لكل الأعمار. نتقابل اليوم مع كتاب حضارة الإسلام، تأليف الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة. مقدمة. سيظل موضوع الحضارة الإسلامية دائما أبدا يشد انتباه الباحثين المتتابعين لمسيرة الحضارة البشرية عبر القرون والعصور، ذلك إن هذه الحضارة بآفاقها الرحبة الواسعة ومنجزاتها الضخمة البناءة جاءت ظاهرة فريدة من نوعها في سلسلة الحضارات التي عرفها التاريخ، والتي أسهمت في تقدم الإنسان فكريا واجتماعيا ومعنويا وماديا. وكما إن الله عز وجل أراد لأمة الإسلام أن تكون أمة وسطا، فكذلك جاءت حضارة الإسلام من ناحية وضعها الزمني حضارة وسطا، ذلك أنها تحتل من الناحية الزمنية موقعا فريدا بين حضارات العالم القديم من ناحية والحضارة الحديثة من ناحية أخرى، مما جعل منها حلقة وصل قوية بين الجانبين، ومعبرا أسهم في نقل كثير من منجزات الحضارة القديمة وبخاصة حضارة اليونانيين إلى العالم الحديث، وساعد على ذلك ما اتصف به الإسلام نفسه من تسامح وسعة أفق ورحابة صدر، اتجاه نافع من الحضارات الأخرى، فضلا عما في الإسلام من حث على العمل المفيد وتكريم للعلماء. وفي أحضان الإسلام بمثله وروحه وسماحته شبت هذه الحضارة ونبتت نباتا حسنا حتى قدر لها أن تصبح أعظم حضارة عرفها الإنسان في العصور الوسطى، بحيث غدت ركيزة أساسية للحضارة الغربية الحديثة. ولما كان الإسلام بمعناه الكبير ليس مجرد ديانة وعقيدة وأسلوب للعبادة فحسب، وإنما هو أيضا سلوك وفكر ومعاملة وأسلوب للحياة بأوسع معانيها. فإننا نجد دائرة الحضارة الإسلامية وقد اتسعت دائرتها لتشمل إلى جانب أمور الدين جوانب أخرى فكرية واجتماعية واقتصادية، فضلا عن الآداب والعلوم والفنون. وهذا الكتاب الذي أقدمه اليوم للقراء يحوي عدة دراسات في الحضارة الإسلامية تستهدف إلقاء أضواء على الطابع العام لهذه الحضارة وخصائصها المميزة، ثم ما حققته من إنجازات في مجال العلوم النقلية والعقلية. وقد رأينا أن نعطي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في حضارة الإسلام بعض حقها، فعالجناها ضمن إطار المؤسسات العديدة التي امتازت بها دولة الإسلام، والتي تعددت وظائفها ما بين دينية وتعليمية واقتصادية واجتماعية. ولما كانت المرأة ركنا أساسيا في بناء أي حضارة، حتى قيل إنك تستطيع أن تحكم على المستوى الحضاري لأي مجتمع من خلال وضع المرأة فيه. فإننا رأينا أن نخصص المرأة فصلا مستقلا في هذا الكتاب عالجنا فيه نصيب المرأة من رعاية في الإسلام ودورها البارز في شتى الأنشطة في المجتمع الإسلامي. أما عن الموسيقى والفنون فإننا تعرضنا لها في الفصل الأخير، وهو الفصل الذي خصصناه لدراسة أثر الحضارة الإسلامية في الغرب المسيحي ونهضته الحديثة، ذلك إن الطابع العالمي للحضارة الإسلامية لا يبدو فقط في إسهامها في تبديد ظلمة العصور المظلمة، وإنما أيضا في بناء صرح الحضارة الإنسانية الحديثة بفضل ما اقتبسه الأوروبيون في أواخر العصور الوسطى